بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا في حياتنا كلنا، وهو الانتماء. الانتماء مش كلمة، ده إحساس بيعيش جوانا في زمن بقى فيه كل شيء بيتغير بسرعة. بقى سؤال مهم بيفرض نفسه، هو إيه معنى الانتماء؟ وهل الانتماء ده مجرد مكان بتعيش فيه؟ أو تنتمي لعيلة؟ أو تشجع فريق؟ أو إنك تكون في شغلانة معينة؟ ولا هو أعمق من كده بكتير؟ الانتماء مش بيتقاس بالوجود في مكان معين، لكنه بيتقاس بالمحبة والمسؤولية. لا يعني لما تحب مكان تحافظ عليه، ولما تنتمي الأسرة تشيل همها وتفرح لفرحها، ولما تنتمي الوطن تشتغل بإخلاص وتحترم ناسه وتحاول تسيب فيه أثر طيب. الانتماء بيبدأ من البيت. البيت هو أول مدرسة بتتعلم فيها معنى الاحتواء والاحترام والمسؤولية. لو الطفل كبر وهو حاسس إنه محبوب ومسموع ومقدر، هيعرف بعد كده يحب مجتمعه ووطنه، لأنه اتربى على إن الإنسان له قيمة، وإن كل مكان بينتمي ليه يستحق منه الخير. وفي الشغل الانتماء مش معناها إنك تنفذ المطلوب منك وخلاص، معناها إنك تعتبر نجاح المكان جزء من نجاحك وتحافظ عليه، جزء من نجاحك وتحافظ على الأمان، وتأدي شغلك بإخلاص حتى لو محدش شايفك. لأن الانتماء الحقيقي بيظهر في الضمير قبل أي رقابة. أما الانتماء للوطن فهو مش شعارات بتتقال في المناسبات، ولا كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي. الوطن محتاج ناس تبني وتتعلم وتحترم القانون وتساعد غيرها وتحافظ على الممتلكات العامة. حب الوطن بيتجسد في الأفعال الصغيرة قبل الكبيرة، وفي المقابل غياب الانتماء بيخلي الإنسان يحس بالغربة حتى وهو عايش وسط أهله. مبقاش فارق معاه ولا الناس ولا أثر تصرفاته، وكل واحد بيفكر في نفسه بس. فتضعف الروابط ويقل التعاون ويزيد الحماس بالوحدة. كمان الانتماء مش معناه إنك توافق على كل حاجة من غير تفكير، بالعكس ممكن تنتقد وتقترح وتحاول تصلح، لكن بدافع الحب والرغبة في العمل، مش بدافع الهدم أو الكراهية. اللي بينتمي بصدق بيحب يشوف المكان اللي بينتمي ليه أحسن كل يوم. والانتماء كمان للأصدقاء والقيم والمبادئ. لما يكون عندك مبدأ وتتمسك بيه حتى وقت الصعوبة، ده نوع من الانتماء. ولما تفضل وافي لأصحابك وقت الشدة، ده انتماء. ولما تساعد غيرك من غير انتظار مقابل، ده انتماء للإنسانية. الانتماء مش بيتقال باللسان، لكنه بيترجم في كل التصرفات اللي بنعملها، وإحساس بيخلينا نحافظ ونبني ونشارك ونفتخر بكل خير نقدر نقدمه. لأن الإنسان اللي عنده انتماء عمره ما يكون عبء على المكان اللي عايش فيه، لكنه دايما بيكون سبب في تقدمه. الانتماء الحقيقي مش إنك تقول أنا من هنا. الانتماء الحقيقي إن المكان اللي تنتمي ليه يحس بوجودك في كل عمل طيب وكل موقف صادق وكل أثر جميل تسيبه وراك. والحلقة اللي جاية لما يغيب الانتماء إيه اللي هيحصل ونشوف. انتظرونا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.